طيب الصلاة مكانها تصلى جماعة مع المسلمين في المسجد. صحيح. الأصل أن الرجال يؤدون الصلاة جماعة مع المسلمين في المسجد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صحيح. طيب بدأ يطلع من البيت بيروح يصلي، بمجرد خروجه من البيت له 4 أشياء، 4 قاصد للمسجد. 1 قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، 1 بكل خطوة حسنة، والحسنة ضرب 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. كل خطوة حسنة، وبذات الخطوة نفسها يكفر رب العالمين عنها سيئة، وبذات الخطوة. هذا أثر عن مسعود صحيح، وبه نقل عن الشيخ بن باز رحمه الله. يعني حسنة وتكفر سيئة وترفع درجة. بس الدرجة عشان أوضحها، بس الدرجة لما نقول درجات أهل الجنة، الجنة درجات والنار نسأل الله السلامة والعافية دركات. طيب ايش درجات أهل الجنة؟ مثل ما الإنسان في حياته اليوم يشوف النجم اللي بالسماء، هذا ما بين الدرجة والدرجة. طيب لي بكل خطوة هالثلاث، أنت قلت لي 4، لك بكل خطوة كأنك تصدقت لله جل في علاه بصدقة، وهذا أثر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ احنا الحين ما صلينا. طيب بس هال4 لا، الكريم سبحانه من معاني اسم الله الكريم إذا أعطى أدهش بالعطاء. صحيح. طيب هال4 كافي، ترى واحدة منهم كافي. صح. يعني أنا بصلي، أنا مخلوق عشان أصلي، مخلوق عشان أعبد رب العالمين. هم قاعد تكافئني. أنت تخيل لو جاء حديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن اللي يصلي سنة كاملة له 10 حسنات، اللي يصلي سنة كاملة له 10 حسنات، كثيرة ترى بالنسبة لنا. أنا مخلوق عشان أصلي أصلا، رب العالمين خلقني عشان أعبده. طيب رب العالمين اللي خلقني عشان أعبده جعل لي ميزان وعداد حسنات مقابل الشيء اللي أنا مخلوق من أجله. طيب قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله فأجره كأجر الحاج المحرم. على 5. من حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب 6، والحديث بدايته كذي، 6 أعمال، 1 منهم يتوضأ في بيته ثم يقصد بيت من بيوت الله، قدر الله هو رايح للمسجد مات، شنو جزاءه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. سبحان الله. لا حول ولا قوة. يعني احنا للحين ما صلى. طيب أثناء ذهابه هو يختار بذكر يقوله أن رب العالمين يشمله بالنور في سمعه وبصره ويده ورجله وجسده وقلبه، بل يجعله كله نور. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا. طيب إنسان تنظف وتطهر وتحلى بالنور رايح يقابل رب العالمين جل في علاه، للحين ما صلى، يكسى حله كالنور قبل لا يدخل المسجد. طيب بيدخل المسجد شو يقول؟ يستفتح مستعينا بالله، بسم الله يعني يا رب أستعين بك على دخولي للمسجد. ليش؟ لأن فيه أجور عظيمة أصلا في الصلاة، احنا الحين ما صلينا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي، لا إله إلا الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طيب رب العالمين يشوف من العبد كل هالسيناريو اللي صار هذا، والعبد يسأل ربه جل في علاه أنه يفتح له أبواب رحمته، هل يظن الظان بالله جل في علاه أن يخيب دعوة هذا الداعي؟ حاشا والله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هو داشع ليه ما صلى. دخل المسجد عداد الحسنات من قراره، بل إن المصلي تكفير رب العالمين عن صغائر ذنوبه متصل 24 ساعة الدهر كله.